مصطفى أبو الدهب يقول المصري دفع تمن ظلم وإهانة حسام حسن. الخبر ده وصلنا من جريدة تحيا مصر اللي رئيس تحريرها عمرو الديب، واللي وصلنا النهاردة لحد 23 يوليو 2023. وتفاصيل الخبر بتقول: أعرب مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق عن استيائه الشديد عقب خسارة الفريق البورسعيدي لقب كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة بنتيجة 4-1 أمام سيراميكا كليوباترا. وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر قناة 10: المصري استحق الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، فالفريق لم يتواجد طوال المباراة واللاعبين كانوا خارج الخدمة، وخاصة كريم العراقي الظهير الأيمن، كما أن الغرور والتعالي لعب دورا كبيرا في الهزيمة الثقيلة، فاللاعبين احتفلوا منذ أسبوعين بالتتويج وكأن البطولة قد حسمت. وأضاف: المصري دفع ثمن ظلم وإهانة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، فالطريقة التي رحل بها عن الفريق كانت غير لائقة، ومجلس إدارة النادي لم يتواصل معهما طوال فترة عملهما بالنادي، وهو أمر غريب وغير مفهوم بالمرة. وتابع جمهور النادي المصري إعادة توأم حسام وإبراهيم حسن إلى قيادة الفريق مرتين من قبل رغما عن رغبة مجلس الإدارة. أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أنه سيحسم مصيره مع الفريق بشأن استمراره من عدمه مطلع أغسطس المقبل. وتابع الرمادي في تصريحات عبر برنامج كرة كل يوم: سأحسم مصيري بداية من أغسطس ولن أتحدث في أي شيء بشأن توقيعي لنادي إماراتي. وأكمل اللاعبون قدموا مستوى مميز وتحرر هجومي وجميعهم نجوم اللقاء ولا يوجد لاعب بعينه. وأضاف: البدلاء أيضا كانوا على قدر المسؤولية ومستواهم كان رائع ولم أشعر بأي اختلاف. توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على حساب المصري بورسعيدي برباعية مقابل هدف وحيد خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وافتتح التسجيل لسيراميكا محمد عنتر عند الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني عند الدقيقة 11 من زمن المباراة. والهدف الثالث وهو أحد أحلى الأهداف التي شهدها هذا اللقاء محمد شكري عند الدقيقة 74 من عمر المباراة. ثم سجل فريق سيراميكا هدفا رابعا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.